مساء الخير على كل مستمعينا الحلوين. مستمعين هاي فايف، معاكم جهاد فكري كل يوم خميس الساعة 6. والنهاردة موضوعنا مختلف تماما عن كل اللي فات، ويمكن كمان مختلف عن كل اللي جاي، لأن في موضوعات ما ينفعش نعديها وما ينفعش نسكت عنها. النهاردة النهاردة بنتكلم عن السباح الشهيد يوسف محمد، بطل نادي الزهور. خبر وفاته هز ناس كتير، مش عشان الحادثة بس، لكن عشان الأسئلة اللي طلعت بعدها، ويمكن لسه لحد دلوقتي ما لقيناش عليها إجابات واضحة. إزاي في سباق نزل فيه 9 لعيبة المية وطلع 8 بس ومحدش أخد باله؟ إزاي ده يحصل من غير ما حد يلاحظ؟ طب الحكام محدش خد باله؟ خلينا نقول يمكن من الزحمة ومركزين في ورق التحكيم. طب والمنقذين؟ في لاعب ما طلعش ومحدش أخد باله. طب المدرب؟ مش المفروض بعد كل سباق يطمن على اللعيبة بتوعه؟ طب مش المفروض بعد كل سباق حد ينزل يتأكد إن كل اللعيبة خرجوا وإن مفيش حد تعب ولا محتاج مساعدة؟ ولو ده ما بيحصلش، فما بيحصلش ليه؟ إزاي اللاعب من السباق اللي بعده هو اللي يلاقي يوسف لقاء حمام السباحة وهو اللي يبلغ؟ طبعا مش هتكلم عن نفسية اللاعب ده ولا عن حالته، ده موال تاني هنتكلم فيه أكيد، بس في وقت تاني. هل كل اللي متواجدين حوالين حمام السباحة مؤهلين فعلا، ولا في ناس منهم موجودة من غير تدريب كافي؟ خليني أقولك إن بطولات الجمهورية للسباحة بتبدأ من الصبح بدري جدا، تقريبا 7 صباحا، وبتخلص بالليل متأخر جدا، وده بيجرى تقريبا لمدة شهر كل يوم. السؤال هنا بقى، هل في شفتات، ولا نفس الناس شغالة طول اليوم وكل يوم؟ ولو مفيش شفتات، مين المسؤول عن إرهاق وارد إنه يضيع التركيز، ووارد إنه يضيع حياة شخص؟ عندي سؤال كمان مهم، هل بيتم عمل كشف مخدرات للحكام والمنقذين؟ ولو لأ، فليه لأ؟ من وجهة نظري إن كشف المخدرات ده لازم يتعمم على كل الرياضات، مدربين وحكام ولو فيها منقذين، واللي بيطلع إيجابي لازم يتوقف بدون نقاش. أنا هنا مش بوجه أصابع الاتهام لأي حد، لأن التحقيقات شغالة وأنا واثقة جدا في قضاء بلدي، ولكن دي كلها أسئلة كلنا محتاجين نعرف إجابتها عشان اللي حصل ما يتكررش تاني. في لحظات الصمت بيبقى أصدق من الكلام، وفي فواصل مش بنطلعها عشان نرتاح، لكن عشان نفكر ونفهم ونرجع نكمل، وإحنا راجعين. رجعنا لكم من الفاصل، ولسه في كلمة شكر لازم تتقال. تحية من القلب لأبطال السباحة في كل المحافظات، رغم صغر سنهم إلا إن وقفتهم علشان حق أخوهم الشهيد يوسف كانت موقف يشرف. وعظمة الوقفة دي بتأكد إن الرياضة أخلاق قبل ما تكون بطولات. خليني أسألكم سؤال، لو أنت مكان المسؤول، إيه أول قرار تاخده علشان حادثة زي دي ما تتكررش تاني؟ هل هتزود عدد المنقذين، ولا يمكن هتحدد شفتات إجبارية، ولا تفرض اختبارات تأهيل دورية؟ مش عاوزين أسماء ولا اتهامات ولا غضب أعمى، إحنا حقيقي عاوزين حلول. اكتبوا رأيكم في كومنتات الحلقة، تقولوا لي فيها اقتراحاتكم. صوتكم مهم، لأن التغيير دايما بيبدأ بسؤال. وفي النهاية ربنا يصبر أهل يوسف ويربط على قلوبهم ويجعل مثواه الجنة. وهنا تكون خلصت حلقتنا، بس الكلام عن الحق عمره ما بيخلص، ودايما للحديث بقية. كنتم مع جهاد فكري في هاي فايف كل خميس الساعة 6، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.